لحظة مش محسوبة على الوقت ارتفعت صرخات الرعب من كل ركن وزاوية، وتحولت الوشوش من الهدوء والسكينة لذعر وخوف شديد، ودب الرعب في قلوب جميع الركاب، واتقطعت أحلام اللي نايمين منهم وتحولت لكابوس مرعب. البعض منهم كان لسه بيأمل بحدوث معجزة وينجو من الكارثة دي، والبعض الآخر رفع إصبع السبابة واتشهد واستسلم لقدر أصبح محتوم لما شاف ملك الموت بيطوف عشان ينزع أرواح الجميع. برغم قوة الكلمات دي إلا إنها فشلت في وصف اللحظات الأخيرة. الرمق الأخير ل 217 مسافر كانوا على متن الطائرة بوينج 767 أو زي ما اتعرفت بتحتمس الثاني في رحلتهم الأخيرة الرحلة 990 أو زي ما اتعرفت بعد كده برحلة الموت. أهلا بيكم في برنامج منظور آخر. المكان مطار لوس أنجلوس. الزمان ليلة السبت الموافق 30 أكتوبر لعام 1999. ما كانتش ليلة مميزة خالص توحي بأي شيء مريب أو غريب. قبل ساعات قليلة من انقضاء يوم السبت وبداية يوم الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت إذاعة المطار في قاعة الانتظار بتطلب من المسافرين على متن الطائرة بوينج 767 أو تحتمس الثالث التابعة للخطوط الجوية لشركة مصر للطيران الاستعداد للتوجه للمدرج الخاص بالطائرة تمهيدا لاستقلالها، وبعدين الإقلاع والتوجه صوب القاهرة في خط سير هيستغرق 10 ساعات من الطيران. كانت الطائرة فيها 217 شخص، منهم 14 دول طاقم الطائرة و203 راكب من 7 بلدان هما كندا ومصر وامريكا وزيمبابوي والسودان وسوريا والمانيا. اتكون طاقم قمرة القيادة من فريقين، الطاقم الرئيسي واللي شمل القبطان احمد الحبشي 57 سنة ومساعد الطيار جميل البطوطي 59 سنة، والطاقم الثاني اللي هو الطاقم المساعد كان بيتكون من القبطان عادل انور ومساعده رؤوف محي الدين، وده نظرا لان الرحلة هتستغرق 10 ساعات فكان من الضروري وجود طاقمين طيران كاملين بيتألف كل منهم من طيار ومساعد طيار. عموما كان كل من الطاقمين الرئيسي والمساعد من خيرة الطيارين على مستوى جمهورية مصر العربية، وكل واحد فيهم ليه باع طويل وخبرة تراكمية محترمة خلتهم من ضمن الأكفأ في مجالهم وقتها. والرحلة 990 ما كانتش إلا امتداد طبيعي لبرنامج رحلات روتينية بتقلع بشكل منتظم ودائم بين البلدين. موظف في مكتب التحقيقات الفيدرالي حدد الخط الافتراضي الزمني لسير الرحلة 990 انطلاقا اوليا من مطار لوس انجلوس، وبعدين الطيران لمدة 5 ساعات وشوية، وبعدين الهبوط تاني في مطار جون اف كينيدي في نيويورك للتزود بالوقود والاطلاع على الحالة العامة للطائرة، وبعدين الانطلاق صوب القاهرة. وفعلا في مساء السبت عند الساعة 8:15 بالظبط كانت رادارات الرصد بتتابع عملية الاقلاع وانطلقت الطيارة في طريقها. وممكن نقول ان الجزء الاولاني من الرحلة كان طبيعي جدا ومفيش اي حاجة غريبة. وصلت الطائرة لمطار جون اف كينيدي زي ما هو متخطط ومترتب وكل حاجة ماشية تمام، وبعدين تم فحص الطائرة وتزويدها بالوقود والتأكد من مدى سلامة الأنظمة والأجهزة بتاعتها. وفي تمام الساعة 12:50 صباحا كان كابتن الطيارة وقائدها الطيار أحمد الحبشي بيبدأ بالبسملة وبيستعد عشان يبدأ الإقلاع الثاني للرحلة 990. بسم الله الرحمن الرحيم. cabin crew take a position. Approaching 3000 up to flight level 230. برج المراقبة أكد وأخيرا دقت ساعة الصفر، وفي تمام الساعة 21 صباحا كانت الطائرة بوينج 767 أو تحتمس الثالث تتحلق في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، وقدرت توصل للارتفاع المحدد ليها وهو 33,000 قدم بعد دقائق معدودة من إقلاعها. بعدها دار حديث بين الطيار أحمد الحبشي ومساعده البطوطي مع إحدى المضيفات عن نوعية المشروبات اللي عايزين يشربوها. بعدين بيستأذن الحبشي من البطوطي وبيروح لدورة المياه. مدام النبي عليه الصلاه، انا عايز ازازه ميه وكوبايه قهوه نبي، 2 لبن 2 لبن 1 سكر. كابتن حبش يشرب حاجه؟ لحد كده كانت الرحلة 990 مش أكتر من رحلة روتينية عادية، وكل اللي كان بيفكر فيه المسافرين في اللحظات دي هو انقضاء ساعات الطيران بسرعة عشان يلتقوا بأقاربهم وأصدقائهم في مطار القاهرة الدولي. ولكن فجأة بدأت مقدمة الطائرة في الميل لأسفل مما أدى لحدوث انعدام في الوزن في أرجاء المكسور، وانخفضت الطائرة بشكل مفاجئ وسريع. محدش عارف إيه اللي بيحصل بالظبط، لكن المؤكد إن في حاجة خطيرة حصلت للرحلة 990 المتعلقة في السماء وأدى لتقلص ارتفاعها ل 16,000 قدم انحدارا عن ارتفاعها الطبيعي المقدر ب 33,000 قدم زي ما قلنا قبل كده. وبسبب الانحدار المفاجئ ده وصلت الطائرة لحدود سرعة الصوت متجاوزة حدود تصميمها، وده أدى لإضعاف هيكل الطائرة. وللي ما يعرفش فإن وصول الطائرات المدنية للحدود دي من السرعة بيعني إنها تخطط بشكل صريح حدود السرعة الآمنة المتعارف عليها دوليا. بدأ مساعد الطيار البطوطي في محاولاته للسيطرة على المحركات، لكن كل محاولاته فشلت وفضلت الطيارة على سرعتها وتم إيقاف المحركات. بعدها استخدم المكابح الهوائية عشان يقلل من سرعة غوص الطائرة، ورجعت
ورجعت لسرعتها الآمنة تاني، وقدر يقاوم انعدام الوزن اللي حصل، والحمد لله وقف السقوط والانحدار الخاطف زي ما بدأ. وبدأت الطيارة في الارتفاع تاني ووصلت ل 25,000 قدم، ولكن لثواني معدودة ورجعت للانحدار والسقوط تاني. وبسبب المناورات المفاجئة اللي حصلت فده خلى الطائرة تدخل في وضع ارتفاع حاد أدى لدفع الركاب والطاقم من على مقاعدهم. بعدها توقفت المحركات تمام، وده تسبب في فقد الطائرة للطاقة الكهربائية، وتوقف أجهزة التسجيل في الرحلة، ورجعت مقدمة الطائرة للانخفاض الحاد مرة تانية. وساعتها دخل الطيار الحبشي اللي مكسورة القيادة وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، بيحاول يفهم من البطوطي لكن مفيش وقت ومفيش في ايديهم حاجة يعملوها خلاص، لأنه أدى الضغط الميكانيكي الكبير لانفصال المحرك الأيسر عن الجناح، واتحطمت الطائرة في الجو على ارتفاع 3000 متر، وسقطت الشظايا وأجسام الضحايا الممزقة في مياه المحيط الأطلسي على بعد حوالي 60 ميل جنوب جزيرة نانتوكيت ماساتشوستس عند الساعة 1:52 دقيقة صباحا. اختفت الطائرة من شاشة رادارات الرصد، وفشلت جميع محاولات استعادة الإشارة والتواصل مع كابينة القيادة. وفي نفس الوقت وصلت بلاغات وإخباريات كتير من شهود عيان لبعض الصيادين في المنطقة الساحلية لولاية ماساتشوستس، بيقولوا إنهم شافوا جسم غريب ظهر من العدم في السماء وبعدين ارتطم بمياه المحيط. خرجت لأصطاد بالقرب من الساحل، وفجأة رأيت جسم غريب ظهر من العدم في السماء وبعدها ارتطم بالأرض. كان هذا عند الساعة 1:50 صباحا تقريبا، فقمت بالإبلاغ فورا. وبتجميع الخيوط وشبكها مع بعض ما كانش صعب الاستنتاج ان الجسم الغريب اللي الصيادين بيتكلموا عنه ده هو الطائرة بوينج 767 المسؤول عن الرحلة 990. وعلى طول بدأت عمليات البحث بعد التأكد من سقوط الطائرة، وتم الاستعانة بالطيران الاستطلاعي وقوات خفر السواحل بالإضافة لفرق الإنقاذ البحري والسفن التابعة للأكاديمية البحرية الأمريكية. ولكن كان العامل الأصعب في عملية البحث دي عدم وجود أي أثر لدخان أو اشتعال أو حتى بعض آثار حطام للطائرة المنكوبة، وده خلى البحث المكثف مستمر لحد غروب شمس يوم الأحد 31 أكتوبر. وعثرت واحدة من فرق البحث أخيرا على بقعة من الزيت وأجزاء دقيقة من الطائرة بعد رحلة بحث استمرت لأكثر من 12 ساعة على أمل إيجاد أي ناجين. اتسعت جهود البحث في مكان وجود الحطام، ولكن كل اللي أمكن انتشاله هو بعض المتعلقات الشخصية للمسافرين وبعض الأجزاء من الطائرة. مفيش أي أثر لحد نجا من الحادث. وعلى طول بدأت التحقيقات لمعرفة ايه سبب مأساة الرحلة 990. ممكن يخطر في بال كتير من الناس ان ده مجرد حادث تحطم لطائرة حصل وبيحصل دايما، مش شيء جديد. فايه المريب والملفت في الحادث ده؟ الإجابة بعد شوية، بس نسمع الأول تسجيلات الصندوق الأسود للطائرة والكلمات الأخيرة لطاقم الطائرة وقت وقوع الحادثة. أنا ممكن أجي أقعد ساعتين أنا نايم يعني هتقوم تقوم انت تريح دلوقتي انا هقوم اقعد جنبك على الكرسي، انا مش نايم. خد راحتك في النوم، ولما تصحى وقت ما تصحى تعالى. بعد الحادثة قرر الجانب المصري بشكل غريب عدم التدخل خالص، وكالة مهمة التحقيق في الحادثة بشكل كامل لمجلس سلامة النقل الدولي والمعروف اختصارا ب NTSB. وبدأت عمليات التقصي والتحري سواء من خلال أبراج الرصد والمراقبة اللي تتبعت خط سير الرحلة 990 أو من شهود العيان اللي كانوا متواجدين على الساحل لحظة السقوط. أما الأهم فهو الصندوق الأسود للطائرة واللي ممكن من خلاله الوصول للتسجيلات الصوتية لكاميرا القيادة. وكان الكل على مدار عدة أيام منتظرين وبيترقبوا صدور التقرير النهائي للتحقيق لمعرفة السبب الطبيعي او التقني او الخطأ البشري اللي ادى للكارثة المرعبة دي. لكن التقرير النهائي كان مفاجئ جدا وصادق خاصة على الجانب المصري. فالتقرير اشار الى ان سقوط الطائرة يتحمل مسؤوليته طاقم قيادة الطائرة وخاصة مساعد الطيار جميل البطوط، ووصف الحادثة بانها عمل انتحاري قام به مساعد الطيار. ما كانش القاء المسؤولية على مساعد الطيار جميل البطوطي بالنسبة لمكتب سلامة النقل الدولي استنتاج جاي من فراغ، بل اعتمد اعتماد اساسي على التسجيلات الصوتية لكاميرا
القيادة والحديث اللي دار فيها خلال الرحلة، واللي تم وصفه بالغريب والمريب زي ما سمعنا من شوية. وخلص تقرير مجلس سلامة النقل الوطني للولايات المتحدة بدعم من إدارة الطيران الاتحادية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وبوينج وخفر السواحل للولايات المتحدة، إلى إن سبب الحادث نتيجة لمدخلات التحكم في الطيران لمساعدة الطيار جميل البطوطي اللي تعمد إسقاط الطائرة. وتعمد التقرير اللي عدته هيئة سلامة الطيران الأمريكية إخفاء حقائق تتعلق بالحادث، وافتراض إن مساعد الطيار المصري جميل البطوطي تعمد الانتحار وإسقاط الطائرة، وده بس بسبب الجملة اللي قالها واللي سجلها الصندوق الأسود، وهي توكلت على الله. وده معناه إن شركة مصر للطيران هي المسؤولة عن التعويضات، ده غير الإضرار بسمعتها كشركة طيران عالمية، وبالتالي إخلاء المسؤولية عن أجهزة الأمن الأمريكية. وظهرت ساعتها مزاعم وأخبار كتير بتقول إن فرضية انتحار البطوطي تعود لسببين ممكنين. الأول هو الخوف، فجه في إحدى المقالات لجريدة الجارديان إن رئيس مجموعة بوينج 767 المصرية وقتها حاتم رشدي كان من ضمن المسافرين في الرحلة 990، وإنه قال قبل كده لأحد طيار الخطوط الجوية المصرية المتقاعدين إنه بيمتلك عدة قضايا تحرش جنسي ضد البطوطي، وإنه هيقدم الأدلة دي للقضاء المصري. فممكن يكون رشدي أخبر البطوطي نفسه بده أثناء الرحلة وهدده بإن رحلته دي هتكون الأخيرة قبل إحالته للقضاء، خاصة إن تسجيلات كاميرا القيادة أكدت إنه قبل بدء ميل الطائرة وخروجها عن مسارها كان رشدي دخل لكاميرا القيادة لدقايق وبعدين خرج، وساعتها قرر جميل البطوطي إسقاط الطائرة وإنقاذ سمعته وسمعة عيلته والموت بدل الذل اللي هيلاحقه. والسبب الثاني هو التضحية، فزعم البعض إن البطوطي ضحى بنفسه من غير ما ياخد بعين الاعتبار حياة الأرواح اللي في عهدته من أجل الحصول على التأمين المالي الكبير على حياته، ومنه يتم علاج بنته المريض. فكانت ابنة البطوطي محتاجة لعلاج طبي مكلف، وكانت المصاريف بتغطيها الشركة كموظف، ولكن إذا تمت إقالته فهي مش هتحصل على العلاج الطبي، أما إذا مات أثناء العمل فهتقدر عيلته إنها تحصل على التأمين الطبي. وده اتعرف لأن البطوطي شكى أمر مرض بنته لزميله في كاميرا القيادة وكان متأثر جدا. لكن هل ده ممكن يكون سبب يخليه يرتكب مجزرة كاملة؟ يا باشا اللي بيحصل ده كلام فارغ، يعني هم عايزين يلبسوها للبطوطي اللي هو أساسا كان بيحاول ينقذ الطيارة والركاب، وبعدين انتحر ازاي يعني؟ مش فاهم، ده كلام ما يدخلش دماغ عيل صغير. والله انا هستنى رد السلطات المصرية على العبط ده وهشوف اللي هيحصل وبعد كده نتكلم تاني. جه في دحض وتكذيب السببين دول بيانات حازمه جدا من الجانب المصري، فبعد البحث والتحري والتفحيص والتمحيص الدقيق في سجلات البطوطي من قبل السلطات المختصه تم التاكيد على انه لا وجود لاي اتهامات بقضايا تحرش او غيرها موجهه ليه، وانه على الرغم من مرض بنته هو كان على مستوى عالي جدا من التدين والاقتدار المادي، وده يكذب كل الاتهامات السابقه. ده غير انه قال كتير من اصدقائه واقاربه انه كان مثال للتدين والاخلاق الحسنه بين زملائه، وهو والد ل5 ابناء. وعمل البطوطي كطيار في شركه مصر للطيران عام 1987، وكان قبلها طيار سابق في سلاح الجو المصري، وقضى في مصر للطيران 26 عام، وامضى حوالي 14400 ساعه طيران، 6300 ساعه منهم على متن الطائره بوينج 767. لا وكمان قام بتدريب العديد من الطيارين خلال سنوات خدمته في القوات الجويه المصريه وفي الطيران المدني خلال 35 سنه. كل ده ياكد ان البطوطي مش هو السبب في تحطم الطائره، وان في سبب تاني. وهنا نظرية المؤامرة بتظهر، وبتبتدي بشهادة أحد الطيارين الألمان اللي كان على خط ملاحي قريب من الطائرة المصرية وقت وقوع الكارثة، فقال إنه اتفاجئ من ظهور الطائرة بوينج 767 على رادار من غير ما يتم اختاره من برج المراقبة، وقال إن ده عادي وبيحصل ساعات. لكن قبل اختفاء الطائرة بوينج 767 عن الرادار ظهر على الشاشة جسم غريب بيمر من جنبه قبل وقوع الكارثة بثواني، وكان الجسم ده متجه للطائرة المصرية، وبعدين اختفت الطائرة وكانت طبعا سقطت في مياه المحيط وانفجر. واللي بيأكد النظرية دي التصريحات الصحفية اللي خرج بها وليد ابن شقيقة البطوطي، فقال الطيارة كانت مستهدفة بسبب وجود وفد عسكري هام من 33 شخص كانوا على متنها، ده غير انه كان فيه 3 خبراء ذرة و7 خبراء في مجال النفط، ولكن السلطات المصرية منعت وسائل الاعلام من ذكر المعلومات دي. والتصريحات دي ظهرت بعد صدور التقرير الفني النهائي من جانب هيئة سلامة الطيران الامريكية، واللي حمل فيه البطوطي مسؤولية تحطم الطائرة الامريكية الصانع والتابعة لشركة مصر للطيران بسبب قيامه بفصل جهاز الطيار الآلي قبل الحادث. فيرد وليد البطوطي مرة تانية ويقول جهاز الطيار الآلي الخاص بالطيارة وهي من طراز بوينج اتعطل 3 مرات قبل كده خلال رحلة داخلية للطيارة بين لوس أنجلوس ونيويورك، وده تسبب في إغلاقه 3 مرات أثناء نفس الرحلة اللي كان بيقودها طاقم تاني ما كانش خالي جميل البطوطي منهم. والجهاز اتعطل للمرة الرابعة بعد إقلاع الطيارة من نيويورك وهي في طريقها لمطار القاهرة، فجميل البطوطي ملوش أي دخل في ده.
وهنا ظهرت تفسيرات تانية، فأثار الكشف عن تعرض الطائرة لخلل فني في أحد جهازي الدفع العكسي تكهنات كتير، فكان خلل في أحد الأجهزة دي هو السبب في سقوط طائرة نمساوية من نفس نوع الطيارة دي في تايلاند عام 1991، ومات 223 شخص كانوا على متنها. وللي ما يعرفش فمهمة أجهزة الدفع العكسي هي إنها بتساعد في إيقاف الطائرة في وقت قصير عند هبوطها على الأرض. وأخيرا بعتت الحكومة المصرية في خطوة متأخرة جدا فريق تحقيق من عندها للبحث والتقصي والخروج بتقرير واضح يكذب فكرة انتحار البطوط. وقدرت السلطات المصرية ممثلة بفريق التحقيق اللي اتبعت انها توصل لجميع اجزاء الحطام المنتشر، الصندوق الاسود للطائرة والاشلاء البشرية اللي تم جمعها بالاضافة لسجلات صيانة الطائرة. وجه التقرير الرسمي المصري كالآتي: لا يمكن بأي شكل من الاشكال عزو المأساة التي حلت بالرحلة 990 مرتبط بالطيار جميل البطوطي، وانما جاء السقوط المؤسف نتيجة لخلل تقني في مداخلات التحكم للطائرة ادت لخلخلة انظمة التشغيل الرئيسية، وبالتالي فقدان التحكم بالطائرة ما ادى الى سقوطها. أستاذ وليد، أهلا بيك. أنا دكتور محمد معوض، شغال دلوقتي على تقرير عن كارثة الطيارة بوينج اللي خالك كان فيها. اهلا وسهلا بيك. ممكن آخد من وقتك كام دقيقة بس؟ اوي اتفضل. أستاذ وليد، أنت قلت في تصريحات صحفية قبل كده إن الطيارة كانت مستهدفة. على أي أساس قلت الكلام ده؟ لأن أنا عندي تفسير علمي للي حصل ده. ولكن نتيجة التقرير ده ما كانتش اللي الناس مستنياه. ففي دكتور اسمه محمد إبراهيم معوض قدم تقرير علمي عن الكارثة، وكان كل كلامه صادم ولكن مقنع في نفس الوقت. فقال انه تم اسقاط الطائرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، وابتدى يشرح: الطيارة تعرضت للقصف والتدمير قبل غرقها في المحيط الأطلسي، والتهمة ألصقت بعد كده في البطوطي وحملوه المسؤولية كاملة. فالجانب الأمريكي ما ذكرش في تقريره حدث خطير جدا هيعيد خلط الأوراق ويرجعنا لنقطة الصفر تاني، وهو إن الرحلة 990 ما أقلعتش من مطار لوس أنجلوس في موعدها المحدد، ولكن اتأخرت ساعتين كاملين عن موعدها الأصلي للإقلاع. لو بصينا للموضوع من وجهة نظر فنية وعسكرية هنقدر نوصل للنتائج المترتبة عن تأخير إقلاع الطائرة. فهنلاقي إن الطائرة اتأخرت عن ميعاد إقلاعها لمدة ساعتين كاملين، ولو افترضنا إن التأخير ده كان لسبب فني أو تقني أو غيره فدايما بيتم إلغاء خط مسير أي رحلة بعد مرور مدة زمنية معينة من عدم إقلاعها. ولما بيتم التنبيه إن في طائرة بتستعد للإقلاع في وقت متأخر بيتم الرد بالرفض لحد ما يعاد تعميم خط سير رحلتها من جديد. لكن بشكل مريب أو مستهتر تم السماح للطائرة بالإقلاع بدون إعادة أرشفة رحلتها وقبل وصول الموافقة على إعادة إدراجها على الخريطة، وده يدي تصور للتخطيط المسبق لتفجير الطائرة، لأن تأخر الطائرة عن الإقلاع بيترتب عليه احتمالات في غاية الأهمية والخطورة، وهي عدم إدراجها على خريطة الرحلات قبل الإقلاع، وبالتالي عدم الإخطار عن خط سيرها أو الإخطار في وقت متأخر ما يسمحش بإدراجها على خريطة الرحلات. وفي الحالتين كانت النتيجة واحدة، وهي عدم إدراج الرحلة على خريطة الرحلات، وبالتالي عدم إدراجها على كمبيوتر وسائل الدفاع الجوي، وبالتالي اتعاملت معاها وسائل الدفاع الجوي كطائرة معادية وأطلقت عليها الصواريخ لإسقاطها. ده غير إن الطائرة تعرضت لإعاقة إلكترونية أدت لانحرافها عن خط السير الطبيعي، وما تمش تصحيح المسار بواسطة محطة التوجيه والمتابعة الأرضية بمطار الإقلاع. وبيرجع السبب في ده إما لتعمد عدم التصحيح من المحطة الأرضية أو التشويش على وسائل الاتصالات بين الطيار ومحطة التوجيه الأرضية، وده اللي أيدته البيانات اللي أذاعتها الهيئة بقطع الاتصال بين الطائرة ومحطة التوجيه الأرضية قبل تحطمها ب3 دقايق، وهي الفترة اللازمة والكافية لدخول الطائرة منطقة التدمير ودورة اشتباك صواريخ الدفاع الجوي اللي أطلقت عليها وفجرتها. لو تبنينا النظرية دي ممكن نتخيل كده السيناريو اللي ممكن يكون حصل: الطائرة ماشية في مسار عادي، ما كانش أي حد من الطيارين حاسس باللي بيحاك ليهم خارج الطائرة، وكانت الطائرة محلقة على الارتفاع الطبيعي ليها وهو 33,000 قدم بواسطة الطيار الآلي. وفجأة لاحظ الطيار البطوطي إن الطائرة ابتدت تنحرف عن مسارها العادي بعد ما شاف مناظر مش مألوفة ليه ومش موجودة في المسار الطبيعي للطائرة، وده كان بعد ما اكتشفتها رادارات الدفاع الجوي وتم بدء التعامل معاها على انها هدف معادي. فبدأ التشويش الالكتروني على الطائرة لحرفها عن مسارها تمهيدا لاسقاطها. في البداية اعتقد البطوطي ان السبب خلل في الطيار الآلي، ففصلوا على طول عشان يعيد الطائرة لمسارها العادي. وفي اللحظة دي اتفاجئ بصاروخ متجه للطائرة، فادرك البطوطي بحكم خبرته العسكرية ان الطائرة بتتعرض لهجوم بصاروخ مضاد، فقرر انه يعمل مناورة بالطائرة عشان يتفادى الصاروخ، وعشان كده فصل احد محركات الطائرة
واتخذ وضعيه الهبوط الحاد، وساعتها دخل عليه الطيار المصري احمد الحبشي، وده يفسر تساؤل الحبشي عن فصل البطوطي للمحركات، ويعطي تفسير معقول لعباره توكلت على الله اللي كان بيرددها البطوطي طول التسجيل وما بيقولش غيرها، لانه عارف انه كان هيعمل حاجه وعارف جدا خطورتها، وهي المناوره في طائره مدنيه عشان ينجو بالطائره والركاب من الصاروخ. فهو كان محتاج معجزه من ربنا عشان يتفادى وقوع الكارثه، استغاث واستعان بالله. ولو كان عنده اي نيه للانتحار كان من المنطقي انه يستمر في هبوطه بالطائره لحد ما يستقر في اعماق المحيط، انما ما حصلش الكلام ده. وبعد تقدير الموقف بدا الطيار الحبشي برضه انه يحاول يعمل حاجه، فطلب من البطوطي مساعدته، فقال له ساعدني او شد معايا، واتفاجئوا انهم فقدوا الاتصال بمحطه التوجيه والمتابعه الارضيه، فما كانش فيه قدام البطوطي غير انه يعمل مناوره حاده ويهبط بالطياره بسرعه شديده من ارتفاع 33000 قدم ل 16000 قدم عشان يتفادى الاصطدام بالصاروخ الاول. ما هو ما كانش صاروخ واحد، وبرغم من ان الطائره نجت من الصاروخ الاول لكن المناوره اللي حصلت ادت لضعف في هيكل الطائره بسبب تجاوزها لحدود سرعتها، وعند ارتفاع 16500 قدم شافوا صاروخ تاني متجه ناحيته، فما كانش فيه قدام البطوطي غير انه يستمر في المناوره والارتفاع بالطائره مره تانية وبسرعه شديده لتفادي الصاروخ التاني. ولان الطائره مش مجهزه للنوع ده من المناورات بسبب تقل وزنها، وعند ارتفاع 24000 قدم اصطدم بيها الصاروخ التاني وبالتحديد عند الديل، فادى لانفجار وحدوث تفريغ كبير جدا في هواء منطقه التدمير، نتج عنه تفجير اجسام الركاب لانسجه بشريه سقطت مع حطام الطائره وحطام الصاروخ للمحيط الاطلسي. مش بس كده، لا ده كمان في ادله كتير بتاكد النظريه دي. ففي عالم صناعه الطيارات معلوم ان اقوى اجزاء الطائره وامتنها هي قمره القياده، فبيتم صناعه كبائن قياده الطائرات من دعامات قويه لحمايه طاقم قياده الطائره ولحمايه اجهزه التواصل والتسجيل، لكن اظهرت الصور ان قمره القياده متدمره ومتفجره بشكل كامل، وبرضه جثث الضحايا نفسهم كانت عباره عن اشلاء متناثره ومفيش اي جثه واضحه الاجزاء. ولو افترضنا انها حادث طبيعي فمن المنطقي ان الكابينه ما تكونش متدمره كده والجثث ما تبقاش مجرد انسجه بشريه واشلاء، الا اذا كان في ماده مفجره او صاروخ حطم الطائره تماما. والدليل الثاني هو وجود نيه مبيته لتاخير اذاعه بيانات الكارثه، فصدر البيان الاول بفقد الطائره وبعدها بساعه صدر البيان الثاني بتحطم الطائره وسقوطها في مياه المحيط الاطلسي، وده بهدف اتاحه الفرصه لاختفاء حطام الصواريخ لانه الدليل المادي الوحيد على السبب الحقيقي للكارثه. اما الدليل الثالث فهو تعمد عدم اذاعه محتويات الصندوق الاسود كامله، ودي محاوله لتفادي اي اشاره تفيد بوجود صواريخ موجهه للطائره عن طريق الاحاديث المتبادله بين افراد طاقم القياده او بين الطاقم والمحطه الارضيه، وبرضه لاخفاء السبب الحقيقي وراء قطع الاتصال بين الطائره والمحطه الارضيه قبل تحطمها ب3 دقائق. كمان ممكن تسجيل صوت انفجار الصاروخ ضمن تسجيلات الصندوق الاسود. وجه في نفي نظريه اسقاط الطائره بعض الادله الضعيفه، زي انه اذا تم اصابه الطائره بصاروخ فمن المفترض وجود شهادات لاصوات او نيران او دخان تصاعد منها اثناء سقوطها. والدليل الثاني ان حطام الطائره اللي تم جمعه ما ظهرش فيه اي انصهار او احتراق يدل على ان الطائره تعرضت لهجوم قبل سقوطها. في الوقت ده ظهر الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك في فيديو وحلل الحادث من منظوره بناء على دراسته للطيران، فقال ان مجموعه الديل في الطائره حصل فيها حاجه، لكن سيناريو انتحار طيار بطائره ضخمه فيها 200 راكب مستبعد خالص. فاذا كان مساعد كابتن الطائره عايز ينتحر فالكابتن مش هيسمح له بالانتحار هو وكل اللي موجودين في الطائره. وكان قام الطيار الحبشي وبعده عن مقعد القياده بدل من انه يطلب منه المساعده عشان يقوموا بالمناوره. وقال كمان انه من ضمن التسجيلات للي دار بين الطيارين فكان الكابتن الحبشي بيقول لمساعده البطوطي شد معايا، وده معناه لدارس الطيران ان مجموعه الديل ما كانتش بتتجاوب معاه وان الطيار كان بيحاول يتدارك الموقف، انما ما كانش فيه اي خلافات او محاولات لابعاد الطيار البطوطي عن مقعد القياده. وقال مبارك كمان ان احد طياري رابطه الطيارين الاوروبيين قال لاحد طياري مصر للطيران انه لن يتم الاعلان عن انه حصل عمليه تخريبيه لان الطائره اقلعت من مطار جون كينيدي بنيويورك ومش هيعلنوا ان في عيب فني فيها للحفاظ على سمعه شركه بوينج المصنعه للطائره اللي سقطت. وتعتبر شركه بوينج الشركه العملاقه الاولى في تاريخ صناعه الطيران المدني واكثرها انتشارا وموثوقيه وامان، فهل هتقبل انها تدمر سمعتها دي وتعترف للعالم كله ان سقوط الطائره بوينج 767 سببه الاول خلل في انظمه الطائره نفسها؟ والشك ده اتاكد وبقى حقيقه بعد 14 عام من الحادثه لما اتطلب من شركه بوينج عمل صيانه لجميع اسطولها من طراز بوينج 767 بسبب تعرض طيارات كتير من نفس النوع لمشاكل تقنيه اثناء الرحلات الجويه. وده اللي ممكن ياكد ان فعلا شركه بوينج خافت من الفضيحه وقررت التواطؤ مع السلطات الامريكيه والصاق كارثه الرحله 990 المساعد الاول للطيار جميل البطوطي. طب هل فعلا نجا السيسي من حادثه تحطم طائره البطوطي دي عام 1999؟ نشر احد الحسابات على موقع اكس معلومات عن الرئيس السيسي قال فيها قد ياتي الوقت الذي يكتشف فيه المصريون لماذا كان السيسي هو الناجي الوحيد في طائره البطوطي التي تم تفجيرها وبداخلها ضباط مصريين برتب رفيعه وكانت متجهه الى مصر من الولايات المتحده. طب بالنسبه
بالنسبة للرئيس السيسي فهو سافر للولايات المتحدة مرتين، الأولى في عام 1981 والثانية في عام 2006. وبتتبع الادعاء المتداول ده على مواقع التواصل الاجتماعي هنلاقي انه مضل، لان الفيديو منشور في يونيو سنة 2021 واتاخد كجزء من حديث للإعلامي بقناة العربي نضال حمدي. واللي أكد الكلام ده نشر صحيفة الجارديان لقائمة الطاقم الركاب اللي كانوا على متن رحلة مصر للطيران الرحلة 990 وما كانش موجود فيها اسم السيسي. أما بخصوص حادث الطائرة المصرية بوينج 767 اللي سقطت في مياه المحيط الأطلسي واللي بنتكلم عنها طول الحلقة، فمات فيه 217 شخص. طب ما هو عدد الركاب كلهم كان 217 راكب، ما كلهم ماتوا وما نجاش منهم الا 4 اشخاص فقط. زي ما كشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية ان في 4 ركاب ما صعدوش على متن الطائرة فنجوا من الحادث، وهم استشاري شركة الطيران لأسر ضحايا الحوادث وكان نزل قبلها في نيويورك، ورجل الاعمال أباظة السيد واللي كان عمره وقتها 55 سنة وغير خطته قبلها بيومين عشان يقضي وقت مع بنته واسرته في بروكلين. وسائحة اسمها أنجا الصفتي كان عندها 80 سنة وقتها. واخيرا الداعية السلفي محمد عبد المقصود واللي قرر تأخير عودته للقاهرة عشان يحاضر في نيوجيرسي رغم انه محاضرته كانت اتلغت. ممكن يتساءل بعض الناس ازاي مفيش ولا فرد من الركاب نجا من سقوط الطائرة وغرقها في المحيط. غالبا اللي بنتخيله في حالات فقدان السيطرة على الطائرة وسقوطها في البحر لان سبب الوفاة الرئيسي هيكون الغرق، ودي فكرة شائعة مغلوطة شوية. ففي اللحظة اللي بتصطدم فيها الطائرة بمياه البحر يتشكل على هيكلها الخارجي ضغط كبير جدا واللي بيؤدي لانكماش عنيف لجسم الطائرة، وبسبب حزام الامان اللي بيربط الراكب بمقعد الطائرة فده بيمنع الجسم من التحرك مع قوة الدفع المتجهة لأسفل لحظة الاصطدام، وده بيؤدي لتمزق في عضلات الجسم وتهشم على مستوى العمود الفقري وعظام الرقبة. ولو افترضنا ان في حد محظوظ قدر ينجو من كل ده فتطاير شظايا الزجاج والبلاستيك والاجسام المعدنيه هتقضي عليه خالص. كلام كتير وفرضيات اكتر. اصابع الاتهام تحوم حوالين الكل، تحاليل وتقارير وتكهنات وتخمينات. اتهام البطوطي استهداف الطائره، تواطؤ من اجل اخفاء الحقيقه، تاخر عربي معتاد، عادات الغرب مع الاسلاموفوبيا، قليل من الصواب، كتير من دموع الامهات والابناء والزوجات. فبيقول سكوت روبنز عضو مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما تقوم بجمع المتعلقات الشخصية للبالغين والأطفال على حد سواء، وأيضا عندما تنتشل تلك الأشياء التي من المفترض أن يتم تقديمها كهدايا أو تذكارات، تشعر أنك تتعامل مع شظايا وأشلاء أرواح مبعثرة وطافية. إنها حياة الأشخاص الذين كانوا يأملون بحياة أطول قليلا، ربما كان يكفيهم الوصول وملاقاة أصدقائهم أحبتهم. أي من أولئك الأشخاص الذين ينتظرونهم نفس الشعور عندما تلتقط جواز سفر مع صورة عليه وأنت تعلم أن هذا الشخص قد مات في حادث مروع. ما بين كل ده لغز كبير، البعض بيزعم بوضوح حل والبعض الآخر ما زال يعزف على وتر غموض. أما بالنسبة لرحلة 990 فالله وحده أعلم.